السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ بوبا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ معاكم الفيديو، أهم حاجة ما تنسوش اللايك واشتراك في الصفحة وفعلوا الجرس. أنا عاملة كيكة جميلة أوي وسهلة وبسيطة جدا، هتحبوا تعملوها على طول، بجد حلوة أوي. هنخش دلوقتي على التفاصيل. هنحط كوباية لبن وكوباية الا ربع زيت زي ما انتوا شايفين كده. أهم حاجة الزيت يبقى نضيف. وهنخش دلوقتي بنص كوباية سكر ومعلقة كبيرة سكر، مش كوباية الا ربع، لا، نص كوباية سكر ومعلقة كبيرة سكر. وهنجيب كريم كراميل علبة على بعضها زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط الباكو كله في قلب الخلطة اللي احنا عملناها دي. في الاول التفاصيل مهدية السرعة وماشية معاكم خطوة بخطوة، بجد كيكة سهلة وجميلة جدا. طبعا هنحط كمان معلقتين اتنين لبن بودرة، وهنضرب كل المكونات دي مع بعض في قلب الخلاط. وهنشيل معلقة كبيرة من الخليط ده هنحتاجه بعدين. بجد طعمها جميل جدا وسهلة وبسيطة جدا وما بتاخدش سوا خالص في الفرن، وطعمها وهشة وحلوة قوي. امشوا معايا خطوة بخطوة، هتحبوا الكيكة ديت. كيكة سهلة وبسيطة جدا. دلوقتي معانا حبايتين اتنين بيض بالظبط بجد، وهتعمل لنا صينية كبيرة وحلوة. وهنحط كيسين فانيليا زي ما انتوا شايفين. انا مهديه السرعه خالص، مش مسرعاها. امشوا معايا خطوه بخطوه زي ما انتوا شايفين كده. هحط كيسين اتنين فانيليا، وهنضرب المكونات دي كلها تاني في قلب الخلاط. هنجيب طبق او بوله، وهنحط هننخل كوبايه دقيق بالظبط، كوبايه دقيق. هي المج اللي هو بتاع الشاي، المج الكبير، مش الشاي كوباية الشاي صغيرة، لا، المج الكبير كوباية بالظبط. وهننخل الدقيق كويس. وهنجيب معلقة كبيرة بيكنج باودر، بجد جميلة جدا وهتحبوا تعملوها على طول. معلقة كبيرة هي بيكنج باودر، معلقة مش الكيس بحاله، لا، نحط معلقة، يعني معلقة كبيرة. وهننزل عليها بالخليط زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلب كويس. كل اللي محتاجينه شفشة في الخلاط، ولا مضرب ولا اي حاجة. بجد الكيكة دي حلوة قوي وهشة وحلوة قوي. هنضربها كويس قوي، هنلفها كويس قوي. تفاصيلها بسيطة وجميلة قوي وحلوة، واطفالي حبوها قوي وانا كمان حبيتها. وما بتاخدش وقت خالص في الفرن، ممكن تعملها يوميا. المكونات بسيطة جدا، وبيضتين، كوباية دقيق واحدة بأقل تكلفة زي ما انتوا شايفين كده. كل شوية التليفون يقع مني، الحامل مش متثبت كويس، ثبته كويس. بجد الكيكة دي جميلة جدا وهتحبوا تعملوها على طول. دلوقتي هنجيب صينية، اي صينية عندكم متوسطة، وهندهنها كويس قوي زيت او سمنة. ممكن تحطوا في قلبها دقيق عشان خاطر ما تلزقش، حسب الصينية اللي انتوا بتستعملوها على طول. هنزل على طول الخليط. طبعا احنا مسخنين الفرن على درجة حرارة متوسطة زي اللي احنا بنعمل الكيكة بالظبط. هي بتاخد بالظبط 15 دقيقة في قلب الفرن بالظبط، وما بتاخدش وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده. افردها كويس في قلب الصينية، ودقها كده دقيقتين عشان تفرد معاكم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. زي ما انتوا شايفين التفاصيل بالظبط، بجد حلوة قوي. هنحطها في الفرن ربع ساعة زي ما انتوا شايفين كده. طلعت لونها حلو قوي، وممكن تسيبها فاتحة سنة، بس انا بحبها تبقى غامقة او شوية زي ما انتوا شايفين كده. هنخرمها كده بالشوكة. بجد طعمها حلو قوي، واسهل كيكة ممكن تعمليها. انا طلعتها اهوت. طبعا نص كوباية لبن ساقع، اهم حاجة يبقى ساقع جاي من التلاجة. وهنسقيها اللبن كله نص كوبايه بحالها. ما تخافوش، مش هتتعجن ولا اي حاجه، تبقى طريه وطعمها خطير. كل اللي هنحتاجه في الكيكه دي كوبايتين لبن، كوبايه ونص لبن طبعا، كوبايه في الاول ونص في الاخر واحنا بنسقيها. بجد طعمها حلو قوي.
هنسقاها كويس اوي، ما تخافوش، وامشوا على الطروف برضك عشان تبقى ناشفة شوية. لا ما تخافوش، اسقوها كويس، بجد بتبقى طرية وحلوة قوي واطفال حبوها، وممكن تفطروا بها الصبح، تتعشوا بيها مع كوباية نسكافيه، كوباية شاي. بس بجد حلو قوي. بعد ما سقناها اللبن، هننزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه، مديها طعم وبتدي طعم حلو قوي وطرية جدا. والخليط اللي احنا نزلناها هي ديت السر بقى الحلاوة، الكيكة ديت حلوة قوي. هننزل بالخليط مع الكريم كراميل اللي كان جاي مع الكراميل اللي كان جاي مع الكريم كراميل. هننزل عليها، طبعا احنا حاطينه في التلاجة عشان يبقى ساقع، عشان لما نيجي ايه نزينها بيها زي ما انتم شايفين كده. ادي الكيس اهوت، هنزينها من فوق حسب ما انتوا تحبوا برضك، تفردوها تعملوا عليها اشكال زي ما انتوا ايه هتحبوا. بجد جربوا الكيكه دي حلوه قوي وسهله، واسهل حاجه فيها اللي هي ما بتاخدش وقت خالص في قلب الفرن، وكل شغلها في قلب الخلاط، مش محتاجين مضرب ولا اي حاجه. ممكن ونكمل نصها بره من غير خلاط. بجد حلوه قوي. اهم حاجه ما تنسوش اللايك واشتراك بالصفحه وفعلوا الجرس. شايفين الحلاوه وطعمها جميل جدا، وهقطعها معاكم وهشوفوا حلاوتها. بجد حلوة قوي وطعمها هشة قوي، وطعمها حلو وطرية جدا. بجد من احلى الكيكات اللي انا اكتشفتها في الاخر فعلا، وسهلة وجميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هشة من جوه وطرية، والطعم الخلطة اللي احنا عاملينها من فوق حلوة قوي وسهلة، وكل حاجة فيها سهلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.